السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. رحبوا معايا بضيف جديد. ده البطل بتاعي. انتوا عارفين انا تعبت قد ايه عشان اوصل له؟ تعبت كتير اوي، يعني ابتدائي واعدادي وثانوي، سهر كتير وتعب واحباط، ما بعده احباط في ثانوية عامة. بس عارفين بقى بجد ايه الفرق معايا؟ اخر فترة في ثانوية عامة دي اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله كفيلة ان هي تنقل شخص من حتة لحتة تانية خالص. طيب ايه رأيك؟ تعالى نفصل مع بعض. ايه رأيك لو احنا مثلا لمينا اي مادة في 4 ايام؟ كيمياء، فيزياء، احياء، عربي، انجليزي، اي مادة قادرين ان احنا نلمها في 4 ايام. طيب هتقولي يا احمد ازاي؟ انت محتاج بلان كويسة، تمام انا اعملها لك. محتاج فيديوهات كويسة تسمعها، برضو تروح تلاقي نفسك مخلص، برضو انا جايبها لك. طيب محتاج بقى نصايح عشان تمشي الفترة دي وانت تبقى طب الطب زي ما بيقولوا، برضه انا هقولها لك. فبص انا ملخص عليك حاجات كتير اوي. انا لسه مخلص فاينل اول امبارح، من اول امبارح اقسم بالله لغايه النهارده انا حرفيا قاعد دماغي دي هتشيط من كتر التفكير. بص يا صاحبي، تعالى بس نتكلم شويه. احنا عندنا عربي، انجليزي، كيمياء، فيزياء، احياء. طيب العربي هتبقى اول ماده. طيب لما نيجي نذاكرها اخر ماده، يعني نذاكرها نجيب من ورا لقدام. طيب تعالى مثلا ناخد انجليزي، ناخد كيمياء، فيزياء، احياء. تعالى ناخد مثلا، تعالى ناخد الكيمياء. تمام، احنا الكيمياء عندنا عضويه وكيمياء عامه عادي. بص يا صاحبي، احنا عايزين نخلصها في 4 ايام. هنعمل ايه؟ بص انت كل حاجه انا هقولها هتلاقي قدامك خطه او بلان قدامك ظاهره على الشاشه. نكتبهم هنا بس عشان نفتكرهم كويس. صلي على النبي يا اسطى، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا صديقي، احنا عندنا نقدر نخلص الكيمياء في 11 ساعه بس. انا اخلصهم في 4 ايام بس. انا بقول لك الفيديو اللي جايبه لك في المستر اسمه مينا مريد، هنقدر نخلص فيه الكيمياء كاملا كم في 11 ساعه. احنا عندنا 4 ايام. ال4 ايام دي لما نيجي نذاكرهم انا هاخد منهم 2 للكيمياء العضويه و2 للكيمياء العامه. ازاي بقى يا احمد؟ بص اول يوم هيبقى نص الكيمياء العضويه. تاني يوم لما نيجي نذاكرها مع نفسك برضو او مع المستر يعني، برضو هيبقى نص التاني من الكيمياء العضويه. هيبقى لك يومين. اليومين دول هتاخد فيهم اول بابين في الكيمياء، اللي هو الباب الاول والباب التاني. بعد كده تاخد ايه؟ تاني بابين اللي هو التالت والرابع. وبعدين انت كده في خلال 4 ايام خلصت الكيمياء كلها. هتقول لي يا احمد انا مذاكرتش كويس. الفيديو اللي انا جايبهولك فيه كل التفاصيل اللي انت محتاجها، كل التريكات اللي انت محتاجها. طيب يا احمد لما اجي اذاكر، الكشكول بتاعك هيبقى جنبك، تمام؟ الكشكول جنبك، تكتب فيه كل كلمة انت شايفها مهمة او الدكتور او المستر قالك ان هي عليها مهمة فتكتبها. الكتاب برضو بتاع المادة بيبقى قدامك. ليه بقى؟ لما مثلا هو درس شرح فصل، هتقفل وتقعد تمسك الكتاب وتقعد تقرأ. طب ايه فايدتها؟ ما هو بيشرح، لا انت بتراجع مع نفسك، بتشوف النقط. انت ممكن مثلا انت بتقرا كده تلاقي نقطة انت مش فاهمها، فتروح تراجع تاني للفيديو. تمام كده انا خلصت الكيمياء. واحنا الكيمياء عندنا 4 ايام، الفيديو 11 ساعة. انت بقى قسمه، او ممكن برضو تذاكر مع المستر انت مشترك معاه في المراجعة النهائية. بس انا بقولك البلان هتبقى ماشية ازاي. دي بالنسبة للكيمياء. نخش على الفيزياء. الفيزياء برضو احنا نقسمها بقى، الفيزياء نقسمها ل5 ايام بس. طب ليه الفيزياء يوم زيادة؟ انا اقولك ليه. الفيزياء احنا عندنا 4 فصول، تمام، عايزين ناخدهم. وعندنا الحديثة، تمام. الكهربية احنا عايزين ناخدهم على 4 ايام، كل يوم بفصل، كل يوم بفصل. انا برضو جايب لك برضو في الفيزياء مستر اسمه حسام الدكروني شارحها في 12 ساعة بس. 12 ساعة بس يا احمد، ده بيشرح شرح سريع. ولا ركز ياض افهم. 12 ساعة دول هو مش شرح سريع. ايه هو؟ ايه ال 12 ساعة شرح سريع؟ انت برضه هتستفاد حتى لو كان شرح سريع زي انت ما بتقول. هو مش كده اصلا، هو شرح تفصيلي. حتى لو كان برضه شرح سريع ما انت هتستفاد. واقسم بالله برضه هتستفاد. انت هتكتسب معلومات وتعرف تربط افكار ببعض، تعرف تحل. برضه ما بيديك كل مثال مثلا، بيدي كل فكرة بيدي عليها مثال فبيحل عليها، فانت هتستفاد. و12 ساعة برضه مش موضوع ده انت طول النهار قاعد بتلعب يعني، انت فاهمني؟ يبقى عندنا مستر حسام الدكروني شارح الفيزياء في 12 ساعة. احنا نقسمهم على 5 ايام.
برضه ممكن تسمع برضه لاي مدرس تاني. اول يوم هتاخد الفصل الاول هتقعد تفهمه، والشرح التفصيلي اللي هو شرحه هتبقى طب فيه. بعد كده تروح تحل. مشكلتكم في الحل ان انتوا بتروحوا تحلوا على طول، فتحلوا مسألتين 3 4 بتروحوا واقفين. طيب ليه؟ انت مش عارف ازاي تحل، انت مش عارف ازاي تبني افكار وتربط افكار ببعضها، انت مش عارف ازاي لما تيجي تحل ترتب الخطوات صح. طب انت محتاج ايه يا احمد؟ انا محتاج ان انا اجيب حد بيحل، مش هقعد احل، مش هقعد ابص عليه بس. لا بص، هو شرح مسألة او شرح مثلا معادلة او شرح اي حاجة، فكتب المعادلة وبيشرح وخلص المسألة خالص. بعد ما اخلص انا باجي بكتب المسألة تاني واقعد احلها انا تاني مع نفسي. منها دلوقتي انا اتعلمت افكار، منها بقيت بعرف اربط الافكار ببعضها، منها بقيت بعرف ارتب خطوات الحل ازاي وانا المستفاد. طيب واحنا عندنا 5 ايام، اول يوم فصل اول، يوم التاني فصل التاني، يوم التالت فصل تالت، وفصل رابع، وهكذا. هنمشي بنفس الطريقة. الحديثة متاخدش غير يوم. حديثة اقسم بالله برضو شرحها جامد، برضو ممكن تجيب مدرسين كتير قوي على اليوتيوب يشرحوها في يوم واحد، اقسم بالله تحفة. الحديثة عبارة عن حفظ، وعبارة بقى الحفظ بتاعها محتاج تطبيق كتير، محتاج تطبيق كتير. طيب بعد كده نخش على الاحياء انت ممكن تذاكرها وممكن ما تذاكرهاش وتركز بس على ال4 مواد الباقيين. طب ليه الاحياء؟ لان الاحياء كده اصلا في الجدول في اسبوع فاضي فيها ممكن تذاكر فيها الاحياء كامل. بس انا برضو اضعف الايمان، احنا مثلا عايزين نخلص منها بابين 3 وهكذا. احنا عندنا الاحياء هنسيبها. ممكن محمد ايمن انا جايب لك فيديو ليه ثلثي المنهج، دعامة وحركة، هرمونات، تكاثر، مناعة، ماشي. ما فيش بس غير الدي ان ايه واللي هي البيولوجية بس، فانت هتسيبهم في الاخر ومع الجزء بتاع فانا هجيب لك الفيديو ده بتاع محمد ايمن، هتلاقيه برضه قدامك على الشاشة. اسمعوا، اقسم بالله الفيديو ده فادني انا فادني يعني السنة اللي فاتت كنت بقوله للناس، الفيديو كان السنة اللي فاتت كنت بقوله للناس لما كنت فاتح القناة التانية، اقسم بالله فاد ناس كتير قوي، اقسم بالله حرفيا. فهو فيديو جميل قوي، انا جايبه له برضه سلسلة المنهج. كده احنا خلصنا كيمياء، خلصنا فيزياء، خلصنا احياء. نروح للانجليزي. الانجليزي عندنا مستر اسمه سيد مصطفى، الشرح الفيديو كله، شرح المنهج كله في 16 ساعة بس. تقول لي طيب قسمهم ازاي؟ برضه 4 ايام، يبقى انت كده تقدر تخلص اي مادة في 4 ايام ما عدا الفيزياء. هنيجي برضه العربي قدام. بس السيد مصطفى ده احنا هنذاكر مع مستر سيد مصطفى ازاي؟ بص يا صاحبي، انت عندك 4 ايام، كل يوم بتاخد 3 يونت مع الجرامر بتاعتهم، يعني 3 يونت بتاعهم انت ذاكر 3 يونت معاهم جرامر، فتذاكر الاتنين مع بعض. يعني انت كل يونت هتاخدها تذاكر معاك جرامر وتحل، تذاكر جرامر وتحل، وهكذا. يبقى انت عندك كل يوم تاخد 3 يونت، 3 في 4 ب 12 كده، انت خلاص خلصت ايه الكلمات. تمام. الفيديو ده فيه شرح للكلمات كلها، شرح للجرامر كله، شرح للسكيلز كله والقصه وهكذا. فانت مش محتاج حاجه، انت بس قسم الفيديو ده 16 ساعه دول على ال4 ايام، وانت كده مش مستعجلك في حاجه. كده احنا خلصنا الانجليزي. نروح للعربي. العربي احنا هنعتمد على خلاصة الخلوص بتاع مستر محمد صلاح، دي جامدة قوي. بص يا صاحبي، عندنا مستر محمد صلاح شرح النحو، شرح البلاغة، وشرح القصة والأدب النثري وكل حاجة. احنا بقى عايزين نقسمهم ازاي؟ احنا عندنا 4 ايام. أول يوم هناخد، أنا برضو جايب لك بلاي ليست هتلاقيها برضو في الوصف، كل الفيديوهات دي هتلاقيها في الوصف، هتخش على البلاي ليست. أول حاجة احنا عندنا هو شرح النحو كله. احنا هناخد أول يوم نص النحو عشان هو كمان بيحل، فاحنا هناخد نص النحو. تاني يوم هناخد النص التاني من النحو، برضو هتلاقي برضو البنان ظهر قدامك على الشاشة. تالت يوم هناخد البلاغة، تمام، والقراءة المتحررة. رابع يوم هتبقى ايه؟ الأدب والنصوص. كده الأدب أصلا موجود في كراسة المفاهيم، فأنت هتاخد الأدب والنصوص بس. يبقى القصة بقى خدها في ليلة الامتحان، ممكن برضو تاخدها لأن القصة أصلا يعني مش موال، وأصلا شرحها في ساعة تقريبا، أنا برضو هظهرها لك. فاحنا كده خلصنا. فأي مادة تقدر انت مثلا مراكم عربي تقدر تاخده في 4 ايام، مراكم انجليزي تقدر تاخده في 4 ايام. عايز تمشي على الخطة دي كلها وتحاول تلم منها، انت برضو المستفاد، بس تحاول تاخدها بقى من ورا لقدام عشان العربي هسيبه لاخر يوم. انت فاهمني؟ انت كده هتذاكر عربي اصلا، هتيجي مثلا تاخد 5 ايام 6 ايام هتذاكر فيهم عربي بس، فانت بحاول بقى يعني تسيبه للاخر عشان لما تيجي تذاكره تبقى مستعد ليه. بص، احلامنا جميله قوي بجد، تستاهل ان احنا نتعب لها، تستاهل ان احنا كده نقوم ونعمل اللي علينا وما نبخلش على نفسنا. احنا بجد هنوصل لحاجه كويسه لو يعني عملنا اللي علينا. اتمنى لكم كل خير، ويا ريت بس تساعدوني ان احنا ننشر الفيديو عشان ناس كتير قوي بس تستفاد.
اخوكم احمد، طالب في كلية تمريض، وباذن الله مش هيبقى اخر مرة تشوفوني. سلام.